السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة فيديو جميل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنخبز مع بعض العيش الشامي. شايفين منفوخه جميل ازاي؟ هنبدأ كده في المقادير ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 3 معالق كبار من السكر، معلقتين من الخميرة، 3 معالق او 4 معالق كده من الدقيق. هخلطهم كده مع بعض، واكون مجهزة كمان معايا كوبايتين من اللبن الدافي. ادي كوباية وتاني كوباية اهي معايا. هخلطهم كويس بقى جدا مع بعض لحد ما اتأكد ان السكر داب. الخطوة دي مهمة يا جماعة، تدوكوا طعم وريحة حلوة جدا في العيش ان شاء الله تعجبكم. بعد ما اخلطهم كده كويس هحطهم في مكان دافي لمدة 10 دقايق. هجيب كده بقى طبق احط فيه كيلو من الدقيق بالشكل ده. هوريكم بقى معايا كمان شوية من الملح، شايفين بقى خمرته جميلة. معايا كمان معلقتين من السمنة السايحة، ممكن تبدلوها بزبدة او بقشطة اللي يعجبكم. هنزل بقى كده بالخليط الخميرة كده على الدقيق اهو بالشكل ده، وهبدأ اني اخلط. انا كمان مجهزة جنبي كوباية من اللبن الدافي كمان. بنقدر نبدل اللبن يا جماعة بمية لو حابين، ولكن اللبن بيدي طعم احلى طبعا. هنزل كده بنص الكوباية اللبن وهشوف انا محتاجة الباقي ولا لأ. انا احتاجته، انتوا ممكن تحتاجوه، ممكن تحتاجوا عليه، ممكن ما تحتاجوش. هعجن بقى كويس اهو. قعدت اعجن حبة كده حلوين حوالي 5 دقايق. كمان هحطها على الرخامة وهبدأ اني اخدمها كمان حوالي 5 دقايق علشان اخد عجينة حلوة وناعمة اهو بالشكل ده. الخطوة دي مهمة يا جماعة، اللي حابب يعمل على الرخامة او اللي حابب يعمل على الطبق علشان تدينا عجينة حلوة مرتاحة. بعد ما خلصت بقى كده بالشكل ده هحطها في الطبق لحد ما تخمر في مكان دافي. اخمرها بعد ما خمرت بقى اهي بالشكل ده يا جماعة. جبت صينية هرش عليها شوية كده من الدقيق، لازم دقيق علشان يعني العجين ما يلزقش في الصينية. وهبدأ اني اقطع كده، هعمل بس الخمر بتاع العجينة. هعمل كده يعني قطع كده حوالي قد الليمونة كده الكبيرة اهو زي ما انتم شايفين. دي طريقة التقطيع اللي انا بقطع بيها. طبعا اللي بيحب تقطيع بطريقة تانية ده حاجة بترجع لكم اهو بالشكل ده. عملت بقى كمية، وبنقدر كمان نعمل بالطريقة ديت اني اقطع القطعة واني الفها على الرخامة اكورها. فطبعا اللي بيرتاح بطريقة بيعملها. اخلص بقى كل الكمية، خلصتها ورصيتها في صينية. هغطيها كده بكيس تلاجة علشان الوش بتاعها ما ينشفش، واسيبها تخمر 10 دقايق. بعد ما خمرت كده بالشكل ده وارتاحت هرش رشة من الدقيق وهبدأ اني افرد. هغطيها دايما، مش هسيبها عريانة يا جماعة علشان وشها ما ينشفش، واخد عيش طري وحلو اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هبدأ اني افرد ده السمك اللي انا عايزاه. بكون مجهزة صينية حاطة عليها قطع من القماش، وهحط عليها كده العيش اهو. اعمل كمان واحدة معاكم. نحاول الفرد يكون كويس لان ده اللي هيطلع عليه شكل العيش اهو بالشكل ده. اهم حاجة اني هحط قطعة من القماش، يعني فوطة مطبخ نظيفة، قطعة ملاية او اي حاجة احطها وهرص عليها العيش علشان ما يلزقش اهو بالشكل ده. انا خلصت كل الكمية، وبعد ما اخلص يا جماعة كمان هغطيها برضو، هسيبها ترتاح 10 دقايق واسخن الفرن. هقلب صاج الفرن كده واحط فيه العيش. شايفين المنظر ما شاء الله، كله منفوخ كده وجميل قابب كله. هولع الفرن من تحت ومن فوق على اعلى سرعة، على اعلى درجة حرارة. وده كان شكله بعد ما استوى. ده شكله يا جماعة
شايفين عامل ازاي؟ كل الارغفة منفوشة وجميلة ولونها حلو خالص. بتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اشتراك بقى في قناتي ولايك ان شاء الله علشان الفيديو الجميل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.